الاخوان ديالنا، السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبناكم معنا تشوفوا فين خرجت الاشغال ديال ملعب ابن بطوطه، ملعب طنجة الكبير. الملعب اللي غادي يحتضن ان شاء الله مباريات كاس العالم للانديه المقرره في شهر فبراير ان شاء الله القادم بالمملكه المغربيه، في كل من الرباط والدار البيضاء. والان ان شاء الله نخليكم تستمتعوا معنا بهذا الفيديو ان شاء الله، ونشوفوا جميع فين وصلت الاشغال بهذا الملعب الكبير. كيف ما كتشوفوا الاخوان هنايا الخارج ديال الملعب، كما كتشوفوا هنايا بداو كيوضعوا الهيكل الحديدي اللي غيكون غيغطي الملعب كامل، كما كنقولوا غادي يكون يغلف الملعب. وهناك بعض الالواح بداوا في تركيبها، وان شاء الله غادي يتركب هذه الواجهه كامله، غادي تتركب بهذا الهيكل الحديدي، وغادي يكون واحد المظهر جميل، يعني يعطي واحد المظهر جميل وزوين للخارج الملعب. كما كتشوفوا هنايا الكل يعمل. هناك نظام يعني ديال العمل، نظام المناوبة، يعني 24 ساعة على 24 ساعة لكي يكتمل هذا الملعب في الموعد المحدد. ونتمنى إن شاء الله يكون واجد قبل المونديال بأيام كثيرة، لكي يتسنى للمسؤولين على وضع جميع اللمسات الأخيرة ويكون جاهز إن شاء الله 100%. الاخوان اللي اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا ويشوف هذه القناه، ما تنساوناش بالابوني وبجيم الفيديو، وشكرا جزيلا على دعمكم المتواصل. كيف ما كتشوفوا الاشغال جاريه والناس خدامه، يعني 24 ساعه على 24. كاين هنايا ديال 3 ديال لي شيفت، يعني 3 ديال لي جروب كما كنقولوا، يعني مقسمين 24 ساعه على 24 ساعه، كل جروب كيخدم 8 ساعات ديالو باش يكون الملعب ان شاء الله جاهز في الموعد. كنعتذر الاخوان على الازعاج الناتج عن الاشغال المستمره، الالات الضخمه اللي كتقوم بالرفع ديال الاشياء الثقيله، وراكم عارفين كيفاش الاشغال. دابا غندير بكم واحد الدوره في جنبات الملعب، وان شاء الله غادي نشوفوا حتى داخل الملعب. انتم كما كتشوفوا الاشغال جاريه والحركه دؤوبه بمحيط الملعب هنايا، يعني مد الأسلاك الكهربائية وكل ما يخص الملعب من إنارة ومن كل شيء. هذا الجانب هنايا باقي ما وصلولوش بداك الهيكل الحديدي اللي كيكون على برا، ولكن الاشغال غادي يعني في الطريق ان شاء الله. بعد ايام غادي يكونوا ان شاء الله كملوا الانجاز ديالهم. للاشاره كما كيعرف الجميع، يعني واللي شاف الفيديو السابق، فيديو قديم شويه، يعني هذا الملعب هذا ما كانش عنده واحد جوج جوانب، ما كانش مكموله البناء، وتم يعني الاكتمال من البناء ديالها الان بشكل تام. فقط الاشغال يعني كما كنقولوا فقط فينيسيو هي اللي بقات دابا، يعني يقوموا يعني باللمسات الاخيره لانهاء هذا الملعب. وان شاء الله غادي يكون واجد ان شاء الله على هاد الوتيره اللي غاديين بها، غادي يكون واجد ان شاء الله. وهذا الجانب هذا حتى هو يعني يركبوا فيه هذا الهيكل الحديدي، وغادي يتم التغليف ديالو يعني كله، بحيث انه غيبقى يشعل كما فاش كيشعل الضوء هكا، كيعطي واحد المنظر زوين ديال الالوان، ونتمناو يكون في احسن حله. هانتوما الخوت الاشغال جاريه والجرافات وكل يعمل من جانبه. وهنا الاخوان داخل الملعب كما كتشوفوا، يعني الاشغال تقريبا على وشك الانتهاء. اشغال البناء الرئيسيه تقريبا انتهت او قريبا من الانتهاء كما كتشوفوا. يبقى فقط تركيب الكراسي واكسسوارات يعني واللمسات الاخيره على الميدان. وهذه ارضيه الملعب.
يعني أرضية طبيعية، أرضية ممتازة، ولا زال العمل عليها جاري يعني لكي تكون في أحسن حل وأحسن حال. إن شاء الله يكون الملعب جاهز إن شاء الله في الموعد المحدد له. هذه المنصة الشرفية ديال الملعب وأول المدرجات النقاط اللي فيها هذا الملعب، يعني تواجد الشخصيات والصحافة وما إلى ذلك. هذا العرض الخندق المحيط بالملعب لمنع الجمهور بعد الجماهير من اقتحام الملعب. هذا هو الدور ديال هذا الخندق هذا كما كتشوفوا كل مرات بحال هذا الممر هذا. الجوانب اللي ما فيهمش الكراسة هما اللي كانوا الجوانب اللي كانت مدار المياه تمت من الأول وكملوها الآن ببناء تقريبا منتهية. ملعب كبير وجميل ويتسع حوالي 55,000 متفرج، هذا شيء جميل. لا صوت يعلو فوق صوت الآلات. هذه الأيام كلها يعني أيام أشغال مكثفة جدا لإنهاء هذا الصرح الكبير. وشوفوا تبارك الله المساحات الخضراء اللي كاينه هنايا، مساحات شاسعة، ربما الصورة ما عادش تكون بحال الصورة المباشرة اللي في أرض الواقع. وهنايا كاين الملاعب ديال التدريب، الملاعب كما كتشوفوا هنا مغطية بالبلاستيك هنايا بعد ما قاموا بتسريح العشب الطبيعي عفوا. هذا ملعب ملحق يعني قرية رياضية متكاملة. وهذا العشب الطبيعي كان جابوه من أكادير. وحتى لنا الخوت نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا على المشاهدة وإلى فيديو قادم إن شاء الله. الفيديو القادم إن شاء الله فاش غادي يكتمل ولا يقرب يكتمل إن شاء الله هذا الملعب، غادي ندير لكم إن شاء الله واحد الفيديو فيه. وشكرا مجددا على المشاهدة وإلى فرصة قادمة.